لكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر.
الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله.
جلس تما، جلس تما، جلس تما، جلس الحاج عاد. كلهم يجلسوا، كلهم يجلسوا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، حاشاه ربه عيبا ووصما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الإخوة الكرام، قبل لحظات كنا في رمضان، والآن قد بلغ رمضان النهاية. نعم أيها الأحباب، بلغ رمضان النهاية، ولكل معه شأن وحكاية، فقوم أملوا وعملوا وأخلصوا قد أدركوا الغاية، وقوم أهملوا وتخلفوا وتخاذلوا فما حققوا غاية ولا حازوا عناية. لقد كان مضمارا للسباق إلى رضا الملك الأكبر، ثمرته جنة عالية ورضوان من الله أكبر. فالله أكبر كم سمعت فيه من أنات، والله أكبر كم تليت فيه من آيات، والله أكبر كم فرجت فيه من كربات، والله أكبر كم غفرت فيه من ذنوب وسترت من زلات. لقد كان روض فضل مطير، عرفه فواح عطير، عرفه فواح عطير.
فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا من قيامه وصيامه أوفر حظ ونصيب، وأن يغفر لنا الذنوب ويستر العيوب. أيها الأحباب، لقد مضى رمضان ولنا مع مضيه 3 وقفات. الوقفة الأولى وقفة ألم، والوقفة الثانية وقفة أمل، والوقفة الثالثة وقفة عمل. فأما الألم فقد جبلت النفوس الطيبة الطاهرة على الحزن عند فراق مواسم الخيرات، ولقد تفنن الشعراء العرب في إظهار لوعتهم وحزنهم عند الفراق، حتى قال قائلهم: ومدت أكف للوداع تصافحت، وكادت عيون للفراق تسيل، فراق الأحبة داء دخيل، ويوم الرحيل لنفسي رحيل، بنفسي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا، فارقته حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. بنفسي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا، فارقته حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. عجبت من عبرتي وعيني من قبل بين وبعد بين، قد كان عيني بغير دمع فصار دمعي بغير عيني. نعم، حق لنا أيها الأحباب أن نحزن، وكيف لا نحزن على فراق أيام ترفع فيها الدعوات وتفتح فيها الجنات وتغلق فيها أبواب النيران وتتآلف فيها القلوب وترتفع فيها الدعوات إلى رب البريات. وهذا كان شأن الصالحين من عباد الله، فقد ثبت عن سيدنا علي أنه كان في آخر ليلة من رمضان يحزن ويبكي ويقول: من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وكيف لا نألف هذا الشهر الكريم وقد كنا نتتلمذ على آيات الله البينات؟ كنا في النهار منتصرين على الشهوات، وكنا في الليل نتخلص من الشبهات. فيا لله ما أبركه من شهر. نسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأن يجعل لنا من قيامه وصيامه أوفر حظ ونصيب. أما الوقفة الثانية فهي وقفة أمل، فقد علمنا القرآن وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن الظن في الله، وأن نحسن الرجاء في الله على قلة العمل وعلى ما اعترانا من تقصير وتفريط. لا بد أن يصاحبنا الأمل، فإن شر ما منيت به النفوس يأس يميت الشعور، وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم به الآمال. واليأس والقنوط بمعنى واحد ذكرهما الله في آيتين من كتابه في معرض الذم لهما والتنفير منهما لأنهما من كبائر الذنوب. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته ورجاء الفرج عنده. وقال تعالى في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأوضح لنا سبحانه أن المؤمن لا يكون يائسا قانطا، بل يكون على الدوام مؤملا راجيا يرجو رحمة الله وعفوه ويطمع في رحمته. ولقد أطمع الله عباده في رحمته وعلق أملهم في مغفرته إذ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة إلى جميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا
لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن عظمت وكانت مثل زبد البحر. انتهى كلامه رحمه الله. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ثبت عن بعض الصالحين رحمهم الله، حكى عن صديق له قال: كان مشتهرا بخوف الله، كان إذا سمع اسم الله اصطكت أسنانه وتغير حاله واصفر لونه، وكانت تعتريه أحوال إذا سمع القرآن حتى عرف بشدة خوفه من الله إلى درجة لا تكاد توصف. قال هذا الرجل، فمات هذا الرجل الذي يخاف من الله، فرآه صاحبه في المنام بعد مدة، فقال له: ماذا فعل الله بك يا فلان؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا عبدي لماذا كل هذا الخوف؟ أما بلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ أما بلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ فلا بد ونحن نودع هذا الشهر الكريم أن نستحضر بقوة هذا المعنى، وأن تكون ثقتنا في الله قوية وظننا فيه حسن على تقصيرنا وعلى تفريطنا. فنسأل الله تعالى أن يحقق أملنا، وأن يجعلنا من الذين قبل صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فهي وقفة العمل، وقفة عمل. لقد سمعنا كتاب الله في هذه الليالي المباركات، وسمعنا كثيرا من الدروس، وسمعنا كثيرا من الأحاديث، فما هو موقفنا إزاء ما سمعنا؟ هل نكتفي بالسماع؟ هل نكتفي بالتمتع بتحبير القرآن والتغني به؟ هل يقتصر الأمر على ذلك، أم هناك ما هو أعظم من ذلك؟ نعم أيها الأحباب الكرام، رمضان مدرسة تأهيل. أما المطلوب منا هو أن يكون شهرنا وحياتنا كلها رمضان. لما أصيبت الأمة بأعظم مصيبة، وهي مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المصيبة العظيمة التي لم تشهد الأمة أعظم منها ولا أقسى منها، حتى قال ابن العريف المراكشي: إذا حلت بساحتك الرزايا فلا تجزع لها جزع الصبي، فإن لكل حادثة عزاء بما قد كان من فقد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأجواء الحزينة المضطربة التي تهز الجبال، حتى إن الفاروق، وما أدراكم ما الفاروق، رضي الله عنه وأرضاه، حزن حزنا شديدا حتى خر على ركبتيه، وكان يقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فدخل الصديق الأكبر رضي الله عنه، فلما دخل الصديق ترك الناس الفاروق وتحولوا جهة الصديق لعلمهم بمكانته من رسول الله. وفي هذا الموقف تتجلى صورة من أروع صور صديقيته رضي الله عنه وأرضاه، إذ وقف فخاطب القوم، فكان أول ما قال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم أيها الأحباب، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يزول ولا يفوت. لقد سمعنا في كتاب الله آيات كثيرة تحث على العقيدة الصحيحة والتعلق بالله وترك ما سواه والتوجه إليه سبحانه وتعالى. فما هو موقفنا من تصحيح عقائدنا؟ لقد مرت بنا آيات تحثنا على العبادة من محافظة على الصلوات وأداء للزكوات. فما هو موقفنا من الصلوات؟
هل يكون وداع المساجد بوداع رمضان؟ هل نترك صلاة الفجر لانقضاء رمضان؟ إذن لنحدد من كنا نعبد. إن كنا نعبد الله فإن الله حي لا يموت، والفجر موجود في كل يوم، فلنعاهد الله على أن نستمر على الحفاظ على صلاتنا كما أمرنا ربنا وكما كنا في رمضان. لقد مرت معنا آيات كثيرة تحثنا على محامد الأخلاق ومحاسنها، آيات تأمرنا بأن نطهر قلوبنا مثلا من الحسد، هذا الداء اللعين الحسد الذي يدمر الروح والجسد. فهل نحن على استعداد لأن نحاول أن ننتزعه من قلوبنا لتتجه قلوبنا إلى الله؟ هذا الحسد الذي قطع الأواصر وقطع العلاقات، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم له أنداد وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا، وبغيا إنه لذميم، وترى اللبيب محسدا لم يجتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هذا الداء العظيم هل نفع فينا القرآن في أن ننزعه وننتزعه من قلوبنا؟ دع الحسود وما يلقاه من كمده، يكفيه لهيب النار في جسده، إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن تركت فقد عذبته بيده. إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، وما تحاسدنا هما بما يجدوا. يقول أحد الحكماء: يكفيني من الحاسد أنه يغتم ساعة فرحي، يكفيني من الحاسد أنه يغتم ساعة فرحي. مرت معنا آيات كثيرة أيها الأحباب تدعونا إلى أن ننزع التكبر، هذا الداء العضال الذي يمنعنا من الاستفادة من كتاب الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النثن تثريب. هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة، وهو ب5 من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. مرت معنا آيات كثيرة تدعونا إلى أن نهتم بأنفسنا. هذه المناظير التي نسلطها على الناس، بعض الناس هداهم الله لا هم لهم، أو الشيء الذي يتفننون فيه ويتقنونه هو النبش في أعراض الناس والنقد والتعليق على الناس. ووالله لو وجهوا تلك المناظير إلى أنفسهم لوجدوا ملايين، بل ملايير العيوب التي لا تكفي الأعمار في عدها وإحصائها. إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك، وأبدوا منك ما كان يستر. وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام محبر: إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا ذون ما منك يذكر. فإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله أعظم وأكبر. وإن عبت قوما بالذي فيك مثله، فكيف يعيب العور من هو أعور؟ وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا؟ متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكبر. هل عاهدنا ربنا على أن نوجه المناظير إلى أنفسنا لنحاول إصلاحها؟ مرت معنا آيات كثيرة تدعونا إلى الاعتزاز بالله وإلى العزة بالنفس وعدم التملق للناس، وأن نعتز بالله. بلوت لعمر الناس لم أر بينهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فلا ذا يراني قاعدا في طريقه، ولا ذاك يراني واقفا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد.
فهذا مربوط على الخسف برمته، وذاك يشج فلا يرتي له أحد. نعم أيها الأحباب، مرت معنا آيات ومرت معنا مواقف من صبر الأنبياء وجهادهم وجلادهم، فما الذي استفدناه منهم؟ ما الذي استفدناه من هذه الآيات؟ هل سيتجلى ذلك في سلوكنا وأخلاقنا؟ القرآن ورمضان يعلمنا أمرا عظيما ويكسبنا شيئا مهما عظيما، وهو الحرية. نعم، رمضان شهر الحرية، حرية الانضباط لا حرية الانفراط. الحرية الحقيقية لا تلك الحرية التي ينادي بها البعض والتي فيها تجرؤ على الله ودعوة إلى التحلل من كل أخلاق فاضلة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالحرية هي أن تخضع لرب البرية، الحرية أن تبقى على أصلك وفطرتك، وأنت عبد شئت أم أبيت، فإن لم تكن عبد اختيار فستكون عبد اضطرار. فالحرية خلق، والحرية سلوك، والحرية شعار. حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتردد. إني لأغضب للكريم ينوشه من دونه، وألوم من لم يغضب. وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب. يأبى فؤادي أن يميل مع الأذى، حب الأذية من طبع العقرب. لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خلبي. يكفي المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. أنا لا تغرني الطيالس والحلا، كم في الطيالس من سقيم أجربي. عيناك من أثوابه في جنة، ويداك من أخلاقه في سبسب. وإذا بصرت به بصرت بأشمط، وإذا تحدثه تكشف عن صبي. إني إذا نزل البلاء بصاحبي، دافعت عنه بناجذي وبمخلبي. وسترت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي. وسترت منكبه العري بمنكبي، إلى أن يقول: أنا من ضميري ساكن في معقلي، أنا من خلالي سائر في موكبي. فإذا رآني ذو الجهالة دونه، فكما ترى في الماء ظل الكوكب. إذن فمسألة مدرسة رمضان مدرسة تمنحنا كل هذه المعاني، من معاني التوحيد ومعاني التجريد ومعاني العبودية لله ومعاني الأخلاق الحميدة الفاضلة ومعاني الأخوة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين استفادوا من مدرسة رمضان وعاهدوا الله تعالى على أن يعبدوه ويخضعوا له في رمضان وفي غير رمضان. وفي الختام أيها الأحباب الكرام، لا بد لي من وقفة شكر. أولا الشكر لله سبحانه وتعالى القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. فالشكر له والحمد له على نعمه الغزار وعلى آلائه الكثار وعلى توفيقه بالليل والنهار. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم نتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الراعي الأول للمساجد والراعي الأول لأهل القرآن. فنسأل الله تعالى أن يحفظه، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاه، ونسأل الله تعالى أن ينجح مسعاه، ونسأل الله تعالى أن يجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. وإننا إذ نتقدم بالشكر له حفظه الله نستغل ونهتبل هذه الفرصة لنتقدم له حفظه الله بأحر التعازي في وفاة عمته المشمولة إن شاء الله برحمة الله، والتي نسأل الله تعالى أن يكرم وفادتها، وأن يحسن ضيافتها، وأن ينير قبرها،
وأن يجعلها إن شاء الله من أهل الجنة. كما نتوجه إلى الشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف وإلى شخص الوزير السيد أحمد توفيق وفقه الله لكل خير، وإلى المندوب الحبيب المحترم سيدي عبد السلام رزق على مجهوداته، فهو من جنود الخفاء، نسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير. ثم كذلك نشكر إدارة مسجد الحسن الثاني بكل أطرها، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أن تمر هذه الأجواء في أحسن الظروف والأحوال. كما نتوجه إلى الإخوان المسؤولين على الأمن، وخصوصا السي صبري وفقه الله لكل خير، والذي بذل جهدا عظيما هو وجميع الإخوان المنظومة الذين يشتغلون معه. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى العمال في مسجد الحسن الثاني المكلفين بالأبواب والمكلفين بالحراسة والمكلفين بالنظافة، وكل هؤلاء هذه المنظومة التي تشتغل في هذا المسجد نتقدم لهم بالشكر الجزيل، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى قناة محمد السادس بجميع أطرها، وخصوصا السيد المخرج الذي تحمل محنة التنقل من الرباط كل يوم إلى الدار البيضاء، والإخوان المصورين الذين يشتغلون معه، فنتقدم لهم بالشكر والثناء والدعاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الأعمال. كما أتقدم بالشكر، ولا بد في هذا المقام أن أشكر شخصا، وإني أعلم يقينا أنه لا يريد أن يذكر ولكن سأذكره، وهو الحاج سي عبد الواحد رحال، جزاه الله عنا خيرا، فقد قدم الكثير. نسأل الله تعالى أن يجعل كل ذلك في موازين حسناته وحسنات والده إن شاء رحمه الله. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شخص أرى من الوفاء أن أذكره، وهو صديقي السي عبد الله البلاوي حفظه الله، فقد جاد بوقته وجاد بصحته وجاد بجهده، فجزاه الله خيرا وجعل كل ذلك في موازين حسناته. كما أتقدم بالشكر إليكم أنتم، فأنتم نجوم هذه الليالي وأقمارها، أنتم سر ما نحن فيه من بركات ومن خيرات، بصفاء قلوبكم وبأخلاقكم وبأخوتكم وبحبكم لكتاب الله. فنسأل الله تعالى أن يزيدكم من كل خير، وأن يحفظكم من كل شر وضير. وأنا أعتذر لكم عن نفسي ونيابة عن الإخوان إن صدر منا أي خطأ أو تقصير، فاعفوا واصفحوا فإن الله يحب المحسنين. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. إن رأيتم عيبا سدوا الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. ما نسيت شي واحد في الشكر، إذا نسيت أحد ذكروني. نسأل الله، احنا نتقدم بالشكر إلى كل الأحباب، إن نسينا أحد فالله سبحانه وتعالى لا ينساه، وما كان ربك نسيا. وفي الختام ندق الباب ونلج الرحاب ونتوجه إلى رب الأرباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلطفك عمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ منا ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ منا ما نوى. اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبتهم من النار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة،
اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها النصر والعز والتمكين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا يا رحمن نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارشده وسدده واحفظه في ولي عهده المولى الحسن وصنوه السعيد المولى الرشيد وفي سائر أفراد أسرته وشعبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.